هلو، عاملين ايه؟ انا عارفه ان انا جايه لكم بعد غياب طويل جدا. فقدت شغف على ان انا اصلا ما بنزلش الجامعه، فتعالوا اخدكم معايا يوم. يعني مش عارفه يا جماعه، هو عباره عن عبث الصراحه. حاولت ان انا انتج فيه لحد ما، مع ان انا من اول رمضان مكنتش عارفه اعمل اي حاجه. فعشان كده حاولت اللي هو قلت اوكي خلاص هنصور فيديو، فاحنا نعمل حاجه مختلفة عن اليوم العادي اللي احنا بنضيعه. بدأت يومي معاكم والساعة 6 الصبح، بس طبعا انا اصلا مكنتش نمت يا جماعة، كنت مطبقة. انك تعمل روتين في رمضان بجد يا جماعة، يعني موضوع صعب اوي، غير انك تنزل الجامعة وتقعد تذاكر وكده. تقريبا بعد تالتة ثانوي انا معدتش عارفة اعمل النقطة دي اصلا. بس اتس اوكي يا جماعة، انا عايزة اقولكم ان احنا بس هنتجنب الزينة اللي وقعت دي، عشان انا اصلا مكنتش اخده بالي منها. كنت قاعدة بعمل تكليف لمادة، بس بدأت أعمل ماي مورنينج روتين بتاعي، وهو حاجة بسيطة جدا، عبارة عن الغسول وغسل أسناني وبس. ما بحطش برودكت كتير، مع ان انا يعني عايزة اجرب، بس ما بحبش اخوض في الحاجة دي. وعملنا اوتفيت باللون المفضل بتاعي، واللي متابعني على الانستجرام هيعرف انا اقصد ايه بان هو اللون المفضل بتاعي فعلا. عشان انا متأخرة، فاحنا ايه، بسرعة بقى هنعمل كل ده. يا جماعة انا عيني حمرا جدا عشان انا منمتش، فانا مطبقة. المهم هنحط البريشر البلاس ده عشان بس حاجة خفيفة كده. الساعة دلوقتي تقريبا بقت 8:30، والمحاضرة كانت اصلا يا جماعة 8:30 زمان، ودلوقتي بقت 9، فمش عارفة هلحقه ولا مش هلحقه. حطيت كتير هنا اهو، وأعلم اوي كده. هوريكوا الاوتفيت دلوقتي كله في المراية. هعمل فيديو انستا بالاوتفيت بسرعة. عايزة احط دبوسين هنا. بصوا، انا يعتبر بسرح بس احاول رموش راسي. نحط الدبوسين. نرجع كل حاجة مكانها ونجري. لمدة 3 سنين وأنا بتعلم اللغة الفرنسية. نوتر لانيش الستيت. أنا في الطريق، أنا في الطريق، أستطيع الحياة بلا ما لدي عائلة. النزول في الجو ده رهيب. جاية اتكلم معاكم شوية بما اني غبت فترة قد كده. عاملين ايه؟ جاية صراحة، بصوا انا مطبقة بقولكم من امبارح ومش قادرة وعايزة انام بجد. يعني جوايا كمية نوم بجد محتاجة ان انا انامهم. بس الفكرة ان انا لو نمت دلوقتي في حاجات محتاجة. كتبت الحاجات اللي انا المفروض ان انا اعملها النهاردة، واولها الفيديو ده، عشان انا كنت مأجلة الحوار ده يا جماعة بقالي كتير قوي. وصورت على فكرة اوريدي فيديوهات بس ما عجبتنيش، وفي حاجات مشفتهاش اصلا فمسحتهم كلهم. فمش مشكلة، احنا دلوقتي بنعمل فيديو.
كنت مكسله، ويمكن اغلب الحاجات دي اصلا متاجله، فعشان كده قررت ان انا ايه، طالما هصور فاعمل حاجه عشان يوم ما بقاش فاضي وما بقاش ممل. انا الفتره دي بدات ان انا انزل فيديوهات ليبسينج على الانستجرام ريل وكده، فبدا يجيب ريتش شويه صغنطين، بس الناس بدات تدخل الاكونت عندي، فده شيء جامد. دلوقتي بقى في عندي اوردر مفروض اظبطه، المفروض ابعته طبعا، فهاخدكم معايا وانا قاعده دلوقتي بظبط، بما ان احنا لسه بدري وفي طبعا شغل تاني انا هتابعه، يعني لو لقيت مسج ولا حاجه هرد فيها، سواء يعني ايه كويس ان مفيش دلوقتي حاجه، فاعرف اخلص حاجاتي الاول. وانا بدات الشفت بتاعي بدري يا جماعه، لان انا بقولكم بسبب نومي، فانا كنت ببدا الشفت بتاع شغل بتاعي 8 ساعات ببداه بالليل، فببداه بعد الفطار، ف8 ساعات بعد الفطار يعني كده الوقت بيضيع جامد. كنت بسمع بودكاست ده جامد، بس لسه مكملتش الحلقه الصراحه، لان سمعت في جزء كنت بسمعه الصبح وانا قاعده بكتب وكان باين يعني في الفيديو، والجزء التاني كملته بقى بالايربودز وانا في الطريق بعمل كولكشن جديد ستيكر، فان شاء الله هخلص الاوردر ده وجي اتكلم معاكم في حاجه، عشان انا كنت زيكم عادي من يومين او مش من يومين، هي من كام ساعه ما كنتش بعمل اي حاجه، فبالتالي كنت بحس باحباط شويه يا جماعه، ما ننكرش في الحوار ده، وبحس ان انا ما بنجز وما بعملش حاجه، فالموضوع كان بيبقى متعب قوي، اللي هو انتي يعني بتعملي ايه يعني. فانا جايه اقول لكم نقطه، ان مش مشكله، مش لازم كل الايام تكون بتنجز، يعني انت لو بتنجز في يوم فمش مشكله، مش لازم ان انت تنجز وتكون شخص مبهر جدا في كل ايامك، عادي يا جماعه، احنا اب داون، يعني احنا بنطلع بننزل، هو اصلا دي الحياه، فما ينفعش ان احنا نأفور، فاهمين؟ ما ينفعش تبقى زياده عن اللزوم. يا جماعه هروح انزل استريهات على النت، وبفكر الى الاسف ان انا ادخل انام شويه، لان احنا بدري قوي وماتش قادره، ف شكلي هقوم انام مثلا ساعه او ساعتين، او مثلا حتى العصر واقوم روح شوفوا انستا. صباح الخير يا جماعه، اول حاجه قبل ما نكمل كلام هنشيل بقى كل ده، عشان ده احنا كنا مكركبينه الصبح وتعبنا ان احنا نشيله، فهنشيله وهندي الاوضه وهنظبط المكتب سوا، وهنقعد نتكلم بقى شويه سوا، وهنكمل جات اوردرات عايزه اخلصها، والحمد لله خلصت الشغل الاونلاين، فيعني انجزت شويه صراحه عن ايام العاديه، فلسه هنشيل كل ده، نظبط الحته دي ونظبط الترابيزه عشان دي بتاعه الترابيزه نحطها عليها، وبعدين نروح نشوف هنعمل ايه. هلو، مساء الخير يا جماعه، اخباركم ايه؟ فطرنا وخلاص، الروتين بتاعنا بجد يعني كده. المهم احنا شلنا الحاجات اللي بره وجبناها، بهدلنا المكتب اكتر، يعني صراحه مش عارفه، مش حابه ان انا اوريه لكم لان شكله سيء للغايه. فهنلم بقى المكتب عليه حاجات الشغل بتاعتي، وفي حاجات اصلا انا مرقماها وما عملتهاش وكنت مشغوله في شغل تاني، فالموضوع كان اجى عليا انا ضغط بس مش اكتر. بس اوكي يا جماعه مش مشكله، احنا دلوقتي هنرتب المكتب. البوك مارك اللي انا دلوقتي بعملها هي الخامه بتاعتها زي ما انتم شايفين، شوفوا عامله ضي ازاي، هي يعني مهما خربشت فيها هي عليها طبقه حمايه تمام. فانا كنت عامله باكيتات ستيكر، ف كان في منها بواقي من الجزء الابيض الشفاف ده، ابيض عادي، كان في منها كميه كبيره جدا تمام، انا رميتهم كلهم
فاكتشفت دلوقتي ان انا محتاجة ان انا احطها ظهر، لان انا دلوقتي بعمل البوك مارك بعملها، انا هوريكم كده ولا كده برضو في الفيديو طريقة اللي انا بعملها. في الجزء ده اللي هو بيبقى عليه الشكل، بيبقى ستيكر وعليه طبقة حماية، فانا بشيل الجزء الستيكر وبلزقها. استنى عشان بس نعملها دلوقتي تبقى كويسة. وبحطها على الورقة دي، الورقة ديت اللهم صل على النبي، ورقة سكتش، بس يعني خامتها تقيلة شوية، فبالتالي انا عايزة احميهم شوية، فبحط في الاخر الجزء الابيض ده، فبالتالي بتطلعها بصوا بتطلع بالشكل ده. ده طبعا بعد ما بس المهم يعني شوفوا الظهر بتاعها منها فيها، وفي نفس الوقت تقيلة وتستحمل، ممكن حتى نخرمها من فوق، لسه مش عارفة. بس انتوا شايفين يعني ده، يعني هي اصلا بتبقى كده، وده برضو عليه طبقة، واحنا بنظبط بقى ايه الحتت دي وكده يعني. يا جماعة دي باظت مني وانا بلزق، فهجرب اعملها، لو ظبطت وطلعت جامدة شوية هسيبها، لو مظبطتش مش هعرضها واستعملها انا عادي، مش مشكلة. بصوا ده الباكت اللي بقول عليه، بس انا خدته كله وحطيته على جراب التابلت عشان كنت بجرب الخامة بتاعته. تدول في الادراج تحت. يا جماعه زي ما انتم شايفين المكتب فضة معلهوش حاجه غير الشمعه، فنص الحاجات بقى محطوطه اصلا هنا، يعني دي اغلب الوقت بشيلها، بس انا دلوقتي ممكن اكون محتاجاها. دي بتاعه اليوتيوب، عشان النهارده انا قررت ان انا هرجع اليوتيوب، فاللي هو انا اوريدي اصلا بصور لكم يعني. فواصل جديده، مش عارفه انا حطيتها فين، تقريبا محطتهاش هنا، بس ماشي. يا جماعه النوت دي انا اللي عاملاها، عامله الديزاين بتاعها، بس انتظروني حاجه يعني حلوه. بس هي المشكله في الوقت، المشكله بجد يا جماعه في الوقت. الستيكرز بصوا دول باكجين اصلا بتاع بتوعي، فعايزه اعملهم، عايزه اقصقصهم. ودول الكواليتي بتاعهم طلع وحش قوي، فانا عايزه اظبطهم، بس مش مشكله يعني، عايزه اظبط الكواليتي بتاعتي. ودول طلعوا صغيرين، ونسيت خالص حوار ان انا ممكن اعمل وش وظهر بنفس الخامه دي، بس دي اصلا اغلى من دول. المهم ان انا عندي مشكله فيها يا جماعه، لو هي باينه اوكي مش هتبقى باينه. بص الخط ده هنا اوكي، خليكم بس مركزين، هحط صبعي قدام وورا، الخط ده وورا جاي بعيد شويه، فانا عندي مشكله على النقطه دي، فمش عارفه اعمل فيها ايه صراحه. النوت بتاعت الشغل دلوقتي هنشوف احنا هنعمل ايه، ولو كده هشيلهم او هسيبهم اقصقصهم كده. عملنا بقى المج الشاي بتاعنا اللي هو قبل الفجر علشان نفوق كده، ورجعت كملت شغل في البحث عن ستيكر بكواليتي عالية، ولما تعبت وما لقيتهاش بالكواليتي عالية اضطريت ان ارسمها ديجيتال. واخيرا بنعمل صح على الحاجات اللي قدرنا نخلصها في يومنا النهارده بعد ما كنا مراكمينها بقالنا كتير قوي. وبس كده فيديو النهارده خلص، اشوفكم في فيديو تاني، باي.